محمد ربيعي اكيد كيبين ممثل الملاكمه المغربيه، ونتمنوا ليه كل التوفيق في هذا النزال حتى انه يمر للدور النصف النهائي، ولما لا يعني يعني الحصول على الميداليه الذهبيه، لانه محمد ربيعي من الملاكمين اللي بامكانهم انهم يعني يحققوا يحققوا نتيجه ايجابيه. ايجابيه. امامنا الحكم الروسي بوبوف دينيس اللي غادي يقود هذا النزال. فالملاكم الربيعي مؤازر ب داغوبرتو روخاس، المدرب الكوبي، وكذلك محمد المصباحي. صراحة موعد تاريخي، فقدرات إن شاء الله الرحمن الرحيم الملاكم الربيعي. اذا بدايه النزال نتمنوا بانه الملاكم المغربي محمد ربيعي يعني يكون اليوم يعني في كل الامكانيات ديالو امام ملاكم كما ذكرنا ليس بالسهل، الملاكم البريطاني البريطاني. كيري جوتشوا. فأقول أن الملاكم البريطاني كيتلقى بزاف ديال الضربات تلقى على وجهه، فإن شاء الله الرحمن الرحيم صراحة اليمنات كلهم ديال الملاكم الربيعي غادي تصيب وجه الملاكم البريطاني. اكيد هو محمد ربيعي يحمل كذلك الامال ديال الملاكمه الملاكمة نلاحظ العربيه والافريقيه، ضربة واكيد جيدة للملاكم نعم الربيعي الآن على مستوى الوجه. ويكون هناك كذلك ضربة أخرى تشجيعات جيدة. متواصله من الجمهور اكيد الذي يحضر، باعتبار انه يعني بطوله العالم هي مقامه الان فوق الاراضي العربيه بالعاصمه القطريه الدوحه. لاحظوا ان محمد ربيعي دائما كيحاول انه يبحث يلقى المنافذ. يبحث عن وجه الملاكم البريطاني. ضربه قويه باليد اليمنى دائما محمد ربيعي، يعني حتى على مستوى يعني محمد ربيعي كيدافع بشكل جيد. مقابلة قوية. نعم اكيد دائما كنلمسوا كل بانه ملاكم يبحث عن إثبات حضوره في هذه المقابلة. نتمنوا يعني كل الحظوظ الى جانب الملاكم المغربي محمد ربيعي كما ذكرت، يعني بعد خروج يعني اغلب الملاكمين، الى جانبهم كذلك حسن السعاده عن وزن 81 كيلوغرام اللي خرج على يد الهولندي بيتر مولينبرغ، ثم محمد عرجاوي اللي خرج على يد البريطاني جوزيف جويس في وزن 91 كيلوغرام. الامال كلها الان معقوده اكيد على الملاكم المغربي محمد ربيعي. مسؤولية كبيرة ولكن ليست مستحيلة على الملاكم الربيعي. ضربه قويه ضربة قويه على باليد مستوى اليمنى الرأس. يعني كانت يعني ضربه جيده لمحمد ربيعي، خصوصا الان 30 الثانيه الاخيره من الجوله الاولى، يعني حضور جيد. ان تدخل ديال الحكم الروسي بوبوف دينيس اللي كيقود هذا النزال. لاحظوا هنا حتى الملاكم المغربي ما كاينش هناك تسرع، هناك هدوء. ضربه جيده ضربة جيدة للملاكم الربيعي. نعم محمد ربيعي يمكن نقول بانه يعني كيناقش المباراه بشكل جيد. جيد، رغم ان الملاكم صراحة الملاكم البريطاني لديه من الكفاءات، ولكن يجد امامه اذا الربيعي. نهايه الجوله الاولى اكيد نتمنوها تكون في صالح الملاكم المغربي، وحتى من خلال اكيد يعني المعطيات ديال الجوله الاولى تابعنا الطريقه باش لعب محمد ربيعي اللي تمكن انه يعني يسدد ضربات ولكمات قويه في وجه الملاكم البريطاني. امتياز ان شاء الله الرحمن الرحيم الربيعي خلال هذه الجوله سيكون له. نعم غادي نتابعوا اذا اذا محمد امتياز ربيعي واضح. اذا تقدم في هذه الجوله الاولى يعني
محمد يعطي ربيعي. اريحيه اكثر. نعم، ودفعه معنويه كبيره بالنسبه لمحمد ربيعي، وحنا اكيد غنتابعوا لهذا لاحظوا الضربه القويه باليد اليسرى محمد ربيعي، يعني ملاكم من طراز كبير اكيد يعيدنا لما كانت اكيد الملاكمه المغربيه دائما في الواجهه. الان الربيعي غيكون غيلاكم اكثر اريحيه لانه حقق الامتياز. نبقى بنفس الطريقه اكيد اللي تابعنا عليه في الجوله الاولى. نتمنى صادقين ان يحافظ على هذا الامتياز الى اخر ثانيه في المقابله. الانتصار هو المهم. مرة أخرى يعني التدخل ديال الحكم حتى الآن، يعني التقدم اللي تعطى الملاكم محمد ربيعي خلال الجولة الأولى يعني غيخلي حتى الملاكم البريطاني أنه يشك في القدرات ديالو، والآمال كلها معقودة على هذا الملاكم الربيعي. اسم أصبح يحترم على ساحة الملاكمة الدولية، مصنف ثاني عالميا، أهل إلى الألعاب الأولمبية، يحمل مشعل الملاكمة المغربية وكذلك العربية. دائما نزال متواصل، ضربات قوية من الملاكم المغربي محمد ربيعي. أكيد في واحدة من اللقاءات جيدة هذه الضربة، جيدة، ضربة أخرى جيدة.